السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مصلح بن محمد بن مصلح البدري البقمي، سعودي جنسية. قدر الله سبحانه عز وجل علي أن ابتلاني في مالي وسلبه مني أحد الأشخاص وهو سوداني الجنسية، وقضيتنا منظورة ونظرت في محكمة الخرمة، فتراكمت علي ديون ب465 ألف ريال. فاضطريت أني آخذ زوجتي وبنتي وانحاش برا السعودية، لأني إذا طحت في السجن ما في أحد راح ينظر لي ولا في أحد راح يعاين فيني، بالتحديد إلى دولة الإمارات. جلست في الإمارات تقريبا 9 شهور وأنا في حال ما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. فحاولت قد ما أقدر أني أدخل على الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الله يحفظه، وعلى الشيخ محمد بن راشد بن مكتوم الله يحفظهم جميع، وكنا ماخذين عنهم احنا السعوديين واحنا يعني كشعب الخليج كله ان حنا دمنا واحد، وحنا انتم اهل الخير كله وانتم اهل الفزع والجزعه، وانا متاكد من ذلك. بس البلا كله من اللي تحتكم هم اللي يحاولون يشوهون صورتكم في عيوننا احنا كسعوديين، خصوصا في ديوان الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه، في برزة الشيخ محمد بن زايد في ابو ظبي في منطقة البطين. ورحت حاولت ادخل عليه، طبعا حصل نقاش بيني وبين احد الشباب اللي واقفين على باب البرزة، وهو اكيد اذا شافني راح يذكرني، لان النقاش اللي بيننا توصل لحد اكبر. وفيما دار بيننا ان احنا وياكم دم واحد، واحنا وياكم شعب واحد، واحنا وياكم على قلب واحد. فالنقاش طال بيني وبينه. طبعا في شباب اماراتيين هناك فزعوا معاي الله يجزاهم خير، ما ودي والله اذكر اسمائهم عشان ما احرجهم. فاحد الشباب ذولا اخذ اوراقي ودخل بها على ديوان الشيخ محمد بن راشد في دبي. الاوراق انسحبت من الفرز، وكلام مسؤول الفرز ان هذا سعودي يروح يراجع سفارته. طيب، استلف الوالد الله يحفظه ويطول في عمره ويخليه لي مبلغ، وسدد عني 218 ألف ريال عشان يرفعون أمر إيقاف الخدمات وأمر الحبس التنفيذي عني، عشان أقدر أرجع أدخل السعودية مرة ثانية. دخلت السعودية، فشار علي أحد الشباب قال لي روح للأمير فيصل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد في أمارة عسير. رحت على مدار أسبوعين أراجعهم، رحت أبغى أدخل في واحد مدير العلاقات العامة والجمهور في أمارة منطقة عسير، حصل بيني وبينه نقاش وحصل بيني وبينه مشادة كلها، بس ابغى ادخل على صاحب السمو رافض، يقول لي صاحب السمو اصلا مانع احد يدخل عليه الا شيخ قبيله او مش عارف ايه او مش عارف ايه. يا ناس انا مواطن سعودي ابغى ادخل على ولاة امري يردوني عنهم. سلمت اوراقي لهم ونزلت الجده على طول. واحد ثاني من الشباب قال لي روح للامير صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن خالد بن عبد العزيز، صاحب فزعه وصاحب وقفه صاحب نخوة. البارح من بعد صلاة المغرب وانا واقف قدام قصر سموه في حي الروضة، حاولت ادخل في واحد هناك شايب اسمه علي، شايب كبير، اخذ يتلفظ علي وانا داخل جوا الحوش. قام وطردني الله يكرمكم ويكرم الملائكة والسامعين طردة كلب. طلعت رجعت اليوم، حاولت دخلت صليت المغرب والعشاء بما اني من سكان محافظة الخرم ومسافر. حاولت اني ادخل، دخلت جوا المجلس، الين جوا مجلس صاحب السمو. فجاني مرة ثانية هذا قال انت تعرف احد من الاخويا، احد سامح لك، احد. قلت يا مسلم والله ما اعرف احد، انا جاي ابغى اسلم على صاحب السمو. قام وطردني مرة ثانية وتكلم علي بالفاظ استحي اقولها لكم. الله يستر شاننا وشانه ويستر علينا وعليه. اليوم انا بعرض كليتي وانا من قبيله وقبيلتي معروفه وكل يعرفني انا شخصيا وكل يعرف قبيلتي. جيت تكلمت عندهم، حضرنا اجتماع عندهم، قالوا لو انها رقبه ابشر بنفزع. يا مسلمين انا طايح في مشكله اهون من الرقبه، ولا احد منهم تكلم، وهم الان مشغولين في جمع 23 مليون عن واحد الله يفك عوقه والله خارجه. فبالتالي اللي بيشره يشره، اللي بيتكلم يتكلم. ما حد يحس بالألم كثر صاحبه، ما حد يحس بالوجع كثر صاحبه.
اليوم ابغى اعرض كليتي للبيع ب 500,000 ريال. فصيلة دمي AB بلس. رقم جوالي 053 22 75 911. ارجوكم تنشرون هذا المقطع، واللي محتاج الكلية انا موجود، وانا في مدينة جدة وجاهز. الله يعطيكم العافية، واعذروني والله العظيم انه من جور الألم ومن جور شيء في صدري. الله يعطيكم العافية.